انا مش هقول لكم مين هو فرعون موسى، انا هقول لكم المواصفات بتاعته وانتوا احكموا. انا ما بحبش انظر ولا بحب افرض رايي على حد، لكن انا اقول لك المواصفات وانت لك ان تحكم. اول حاجه اتفقنا ان هو هكسوسي محتل وليس من المصريين زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، تمام، ان هو كان في الشمال. تاني حاجه، هذا الملك قتل او انهي حياته عن طريق شخص يمسك عصا، او عن طريق رمز مهم رمزوا ليه بقط او فهد يمسك عصا. انهي حياته عن طريق شخص يمسك عصا او قط يمسك عصا؟ طب مش كفاية، نقول اللي بعدها ان هذا الشخص تم تدنيس سيرته بعد موته من قبل المصريين بطريقة منقطعة النظير، زي تف على عمه، اخزق عين عمه، دوس برجلك الشمال على صورة عمه. والله ده اللي موجود على النقوشات بتاعة المصريين، ان هم تم اهانته بعد وفاته بطريقة غير مسبوقة النظير. تمام، طبعا ده مش من ملوكنا، ده المحتل، عشان كده احنا اهناه. طيب، تالت حاجة ان هو اشتهر عنه ان هو رمز الشر او اله. طبعا اله الشر مش اله، يعني هو رب الشر. طبعا كلمه رب واله كده حصل فيها لخبطه، مش مجالنا دلوقتي، في موجود في تاريخ الفراعنه، مش هخوض فيها دلوقتي. طيب، او هو ممثل الشر، ورمز اليه برمز ثعبان كبير، رمز ثعبان كبير، او رمز اليه في بعض الرسومات ان هو تنين او تمساح كبير. طيب، رابع حاجه ان هو مسك بعده حد اسمه خمودي او ملك اسمه خمودي ده اللي اشتبك معاه احمس وطلعه بره مصر. ده مسك على طول بعد الملك اللي هقول لكم على اسمه ده دلوقتي، واشتبك معاه احمس، وده كانت نهاية عهد مين؟ عهد الهكسوس. فايه اللي حصل؟ عشان واحد ملك كبير يسقط مرة واحدة، يقوم واحد تاني ماسك مكانه، يقوم أحمس داخل في الموضوع وناهي الحياة. يبقى انهيار هذا الملك ترتب عليه انهيار حكم الهكسوس بأكمله. الهكسوس على فكرة هم العماليق وهم الهكسوس، هو شعب يتكلم العبرية ولكن ليس له علاقة من قريب أو بعيد بنسل سيدنا موسى أو يهود سيدنا موسى أو أمة سيدنا موسى عليه السلام، تمام، أو شيعة سيدنا موسى. هذا الملك يدعى أبو فيس أو أبيب أو أبيذ أو رمز الشر أو إله الشر. انتوا احكموا بقى، هل هو فرعون موسى ولا لأ؟